شايفين الطحينة وجمالها وقوامها. هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا، في دقايق هتكون مخلصاها. نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا نص كيلو من السمسم الأبيض، ومعايا كوباية دقيق وكوباية سوداني. السمسم الأبيض لازم ننقيه كويس عشان بيفسد بسرعة. معايا بقى طاسة لازم تكون ناشفة. لو عايزة تعمليه بسمسم محمص زي ما انت عاوزة تعملي ميكس بين الاتنين، ربع كيلو سمسم أبيض وربع كيلو سمسم محمص، زي ما انت عاوزة. على البوتاجاز بقى ومهديه النار خالص، ولازم نطلع منه الرطوبه. انا هسخنه بس مش هخليه يتحمص، هسخنه بس، ولازم يدفى يسخن كويس معايا. دي خطوه مهمه جدا لنجاح الطحين، عشان تقعد معاكي مده اطول ما تفسدش. تمام كده، انا بسخنه ما بشيلش ايدي منه ابدا عشان ما يتحمص. واحط عليه كوبايه السوداني، اقلبها برضو مع السمسم معاكم خطوة بخطوة. هي طريقتها سهلة جدا ومش مسرعة المقطع ده عشان خاطر ايه تستفادي منه. وعليهم بقى كوباية الدقيق. الخطوة ديت زي ما قلتلكم مهمة جدا لنجاح الطحينة. لازم نسخنهم كويس جدا على البوتاجاز بس ما ياخدوش لون، مش عايزاهم يتحمصوا. تمام كده، ونطلع الرطوبة من الدقيق برضو. دي خطوة مهمة جدا ان احنا نقلبهم مع بعض كده، بدل ما نعمل السمسم لوحده والسوداني لوحده ونعمل الدقيق لوحده مع بعض كده، وهيسهل معانا كمان وما نيجي نطحنهم. اعملهم بقى في المطحنة بتاع الخلاط. لو انت عندك محضرة طعام تكون كويسة او او كبة اعملوهم فيها. ما عندكيش وعندك المطحنة بتاع الخلاط دي تعملي فيها عادي. بس ديت بس بتاخد كمية صغيرة، فبتاخد وقت يعني على ايه ما بتخلصي الكمية ديت. طبعا الدقيق بيديها طعم وقوام، والسوداني بيديها طعم حلو قوي، غير لما تنعمل بالسمسم بس. لو انت عايزه تعمليها بسمسم بس وتحط عليها السودان ومش عايزه تحطي دقيق براحتك، بس الدقيق بيديها طعم حلو قوي وقوام برضو كويس، وبيزود برضو الكميه. وانا مش مكتره برضو السوداني، حاطه كوبايه واحده على نص كيلو سمسم. لو عايزه تعملي ربع كيلو سمسم بس، حط عليه نص كوبايه دقيق ونص كوبايه سوداني. خلاص كده. ما بكترش برضو في المطحنه عشان برضو الايه الموتور ما يجرولوش حاجه يعني. وبشغل شويه وبفصل عليها عشان خاطر ايه انا عامله ايه اسلكها كده عشان ما تلزقش فيها يعني كده، عشان السوداني والسمسم بيطلع الزيوت اللي فيه، فبتلزق شويه في قلب المطحنه. بس مش هتلزق قوي يعني، عشان الدقيق برضو ما بي ايه بيساعد انها ايه تنطحن كويس وما تلزقش في نفس الوقت في الايه المطحنه. وزي ما قلت لك لو انت عندك كبه هتطحن الكميه دي كلها على فيها مرتين او ثلاثه. هعملهم بقى خلاص كل الكميه اللي قدامي ديت بالراحه كده على المطحنه. وطبعا برضو بريح الخلاط شويه، ما بطحنش كل الكميه ورا بعضها عشان خاطر ايه زي ما قلت لكم ايه عشان خاطر الموتور، مش عشان هنعمل بقى طحينه نحرق الخلاط. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. وطبعا الطحينه موفره جدا عما بنشتريها من بره، كيلو عندنا ب120 جنيه. انت لما تعمليها في البيت مش هتكلفك الفلوس دي كلها. خلاص كده هطحنها كويس تكون ناعمة جدا، ودي خطوة مهمة جدا في نجاح الطحينة. معايا بقى الخطوة اللي بعد كده، معايا كوباية زيت، بس أهم حاجة يكون زيت ما يكونش له ريح، يكون زيت حلو. في الخلاط بقى أحط كوباية الزيت، هي دي كوباية واحدة اللي أحطها في الأول كده، أما هنحتاج زيت تاني. وأحط بقى مع كوباية الزيت رشة ملح بسيطة خالص. الزيت ده بيحفظ الطحينة إنها ما تفسدش. وأنا عندي على طول بحطها في ضرفة المطبخ، ما بحطهاش في التلاجة أبدا. ضربت بقى ايه ضربة بسيطة كده الزيت مع رشة الملح في الأول، وبعد كده ايه هنزل ايه بالطحينة اللي ايه اللي احنا طحناها في المطحنة كويس، وهنحطها ايه في الشفشة ايه شوية بشوية كده، علشان خاطر برضو الايه الخلاط بطحنها شوية وافصل برضو الخلاط عشان خاطر ايه اريحه برضو، مبقاش يعني ايه
طحن ورا بعض مستمر يعني، فاهمني؟ اديني بقى شغاله كده زي ما انتوا شايفين، احط شويه بشويه وما بلاقيها تقيله هزود زيت. يعني ايه كميه الزيت اللي هحطها تاني مش مره واحده، يعني هي خدت معايا بالظبط كوبايتين زيت، بس مش هحطهم مره واحده علشان الطحينه ما تفصلش، اما عشان ما تركنيها عندك في المطبخ او كده ما تلاقيش زيت كتير على وشها. كتر الزيت هو اللي بيخليها تفصل، ولما تلاقيها تقلت قوي في عندك بتبقى ده عشان ما طحنتهاش كويس. شايفين هي لسه تقيله معايا، فعشان كده ايه شايفين قمة دي كده لسه تقيله وعايزه طبعا تنضرب تاني في الخلاط، وايه وعايزه زيت. فاحط شويه بشويه كده ومشغله برضو عليها الخلاط. يعني نحط الزيت ايه بكميه معقوله، وطبعا لو انت عايزاها خفيفه بتكتري الزيت، يعني بتحط لها زيت ايه شويه زياده عن كوبايتين لو هتعملي المقدار اللي انا عاملاه. شايفين ما شاء الله نعمت ازاي، حلوه قوي، طريقتها سهله جدا وما بتاخدش اي وقت. هكمل بقى كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شفتوها ديت، وما بكترش زيت برضو كتير علشان زي ما قلت لكم ما ايه ما يبقاش على وش الطحينه كده في البرطمانات. لو انت بقى بتطحني السمسم لوحده والسوداني لوحده وكده بياخد وقت. شايفين القوام بتاعها حلو قوي، وبقعد اضرب فيها وقت كويس عشان خاطر تبقى ناعم. اما سخنا السمسم مع السوداني مع الدقيق كله مع بعضه كده نطلع منه الرطوبه. دي خطوه مهمه جدا في نجاح الطحينه، بنطلع منهم الرطوبه وبيحافظ على الطحينه انها تقعد مده اطول، وبيساعد كمان ان لما تيجي تطحني في الكبه او الخلاط ما يلزقش في قلبها. الدقيق بيخلي ايه بيساعد ان ايه السمسم والسوداني ما يلزقش في قلب المطحنه او الكبه اللي انت بتعملي فيها. بجد حلوه قوي وطريقتها سهله جدا وما بتاخدش اي وقت. جربيها ومتاكده انها تعجبك، وطبعا موفره. لو عايزاها تقيله عن كده زي ما قلت لك حطي زيت، بس زي ما انا عملتها بالظبط كده ما تقلتش ولا اي حاجه ولا فصلت زيت، وجميله جدا. وبرطمانين ما شاء الله حلوين قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.